فرك عينيه ثم أدخل قدميه في نعل، وهرول خلفي قاذفا درجات السلم الخشبي في خطوتين. ولم تمض لحظات حتى كان بنو إسرائيل يملؤون ساحة النزل، وعرق الليل لا يزال يختلط بأجسادهم، واحمرار النوم لم يذهب بعد من عيونهم. تساءل الجميع عن سبب الدعوة، ولكن يبدو أن أحدا منهم لم تكن عنده الإجابة، فتوجهت العيون تلقاء الخيمة في انتظار خروج الكليم. ومضى وقت قصير قبل أن يخرج الكليم من الخيمة، وخلفه صار الشاب يوشع والكاهن الأكبر هارون وبعض الرجال من رؤساء العشائر. صعد موسى إلى صخرة عالية حتى يراه الناس، ثم مجد الرب وقدس أسماءه، ثم نادى في الناس قائلا: أيها الناس، قد وعدكم الرب الأرض المقدسة، وها قد صرتم على أبوابها، لا يفصلنكم عنها إلا قليل. أيها الناس، قد أمر الرب بأن تصنعوا له جيشا تقاتلون لأجله وتقدسون باسمه، فيضرب بأيديكم على رقاب أعدائكم، ويكن معكم أينما صعدتم في البرية، حتى يعلم الناس أن الرب إله إسرائيل قد تمجد في السماء والأرض، وأنه قد صار له جيش عظيم يرهب به ملوك الأرض في كل الممالك. صمت لحظات وقلوب الناس تقرع في فزع وأعينهم تدور من الخوف، ثم قال: هكذا قال السيد الرب: من كل من جاوز 20 من عمره من الرجال لم يكن جنديا في جيش الرب يحمل سيفا أو ترسا أو رمحا ويقاتل باسم الرب حتى يتمجد اسمه أو يهلك دون ذلك. عم الصمت بعدما فزع من حديثه، ورأيت شبح الخوف يطوف على الناس ويمس بأنامله قلوب الرجال. بهتت الوجوه وانعقدت الألسنة، ولم يفق الناس من الصدمة إلا على صوت رجل من سبط يساكر يقول: وهل نعلم قتالا يا موسى؟ قال موسى وقد بدا أنه أعد العدة لهذا السؤال: غدا يخرج الذين كتب عليهم القتال إلى أطراف الواحة، وليأتي كل رجل منهم بفرس أو رمح أو سيف، ومن كانت له فأس أو ترس فليأتي بهما. ثم أشار إلى الرجال من خلفه قائلا: هؤلاء هم قادة جيش الرب، منهم تتعلمون الرمي والطعن، ويد الرب فوق أيديكم. وانفض الجمع وعدنا في اتجاه الدار، وفي الطريق رأيت أبي يخطو في سرعة وقد لمعت عيناه فرحا. أسرعنا خلفه أنا وعامير حتى حازيناه، ثم قال عامير وهو يلهث: أما يجوز لي يا عماه أن أكون في جيش الرب؟ ابتسم أبي قائلا: كم عمرك الآن يا فتى؟ مط شفتيه وقال: لا أدري، لعلي قد اقتربت من 20 أو أكبر قليلا. نظرت إليه متشككا وقلت محتجا: وهل تكبرني ب5 سنوات؟ وكنت حينها في 15. لكزني بكوعه في جانبي حتى أصمت، فضحك أبي وقال: لا تتعجل يا بني، إنما هو أمر الرب، وسيأتي يوم قريب تكونان فيه من جيش الرب. وعند الظهيرة جمعنا وقت الغداء. كانت أمي تضع أطباق الطعام على الأرض ويبدو على عقلها الشرود، بينما كانت العمة بتشيفة تصفف شعر باتية بشيء من العنف جعل الفتاة تتذمر وتحاول النهوض المرة بعد الأخرى، ولكنها لم تستطع أن تفلت من يد العمة التي أمسكت بشعرها الطويل في قوة. لاحظ أبي شرود أمي، ويبدو أن العمة بتشيفة قد لاحظته أيضا، ولكنها فهمت السر وراءه، فقالت لأبي: ألم يعدنا موسى الأرض دون حرب؟ إذن فلما يدعو الآن إلى جيش الرب؟ قال أبي: وهل تمنح الجنة بغير ابتلاء يا بتشيفة؟ ألقت بالمشط ثم عقصت شعر باتية وهي تقول: وهل بنو إسرائيل رجال حرب يا زخاري؟ تنهد قائلا: ما دام الرب معنا فلا خوف علينا يا بتشيفة. ألم يحارب بنو إسرائيل العماليق في رفيدم وهزموهم بإذن الله؟ أفلتت باتية من بين يديها بعد أن فرغت من تصفيفها، ثم قالت في حدة: لا تتغابى يا زخاري، وهل قتال قطاع الطرق كقتال جيش الكنعانيين؟ ثم أردفت في مزيد من الحدة: وهل نسيت ما حدث لأشكول في رفيدم؟ لم تستطع أمي أن تتحمل المزيد من الكلمات التي تفضح ما يحيك في صدرها من خوف، فألقت بالطبق الأخير، وجاشت عيونها بالدمع وهي تهرول خارجة إلى الفناء الخلفي للدار. وغضب أبي من كلمات عمتي فقال ناهرا: ألن تكفي عن ذلك يا بتشيفة؟ ماذا عساي أن أفعل؟ هل أهرب بليل من الواحة كما هربت أنت من قبل مع الشامري من رفيدم؟ صدمتها كلماته، وكانت تلك المرة الوحيدة التي أرى فيها أبي يذكر الشامري بسوء،
منذ فقدناه في حوريب. ولم تجد العامة ردا سوى ترك الحجرة، وهي تقول باكية: قطيعة بيني وبينك يا زخاري، لا أخاطبك بلساني حتى أموت. رأيت الغضب والبؤس على وجه أبي، فترك الطعام هو الآخر ودلف إلى غرفته. وعند المساء كنت أجلس إلى جوار النافذة أخط بقلمي في صفحات السفر التي تزايدت أوراقه، وقد انعكس ضوء القمر الذي اكتمل بدرا. وبينما كنت كذلك سمعت صوت نحيب خافت يأتي من جهة الباب الأمامي للبيت. أطللت برأسي فوجدت أمي تجلس وحدها على عتبة الدار. ثم لم يلبث أبي أن خرج من الباب وجلس إلى جوارها، ربط على كتفها ثم ضمها إلى صدره وهو يقول: ما ظننتك تفرقين لأمر الحرب هكذا يا أم شمعون، هوني عليك يا رومانة، فلقد وعدنا الرب بالنصر كما وعدنا بالأرض. هزت رأسها باكية: ما خرجت لأجل الأرض يا زخاري، بل خرجت لأجلك أنت، فماذا عسي أن أفعل بأرض لست فيها؟ ضمها إلى صدره أكثر وقال: تتحدثين وكأنك تنعينني يا رومانة. بكت أكثر وقالت: حفظك الله لنا، ولكني عاتبة على ربي. نظر إليها معاتبا فقالت: لما كتب علينا القتال؟ أما آن لنا أن نرتاح مما لاقيناه من شقاء وننعم قليلا بعد الجهد؟ قال في يقين: تلك تربية الرب لنا يا رومانا حتى ننال جائزته. ثم ربط على كتفها قائلا: استغفري الله يا رومانا وتفاءلي خيرا بوعده. نكست رأسها وهي تمسح دموعها ثم تمتمت: استغفر الله. فأمسك أبي بيديها ثم دخل إلى الدار، وسرحت بخيالي في أمر بني إسرائيل، وتعجبت من كثرة ما يتعرض له ذلك الشعب من بلاء واختبار. وألح في عقلي سؤال: هل كثرة البلاء ستدخل الناس إلى حظيرة الإيمان، أم ستخرجهم منها إلى التمرد والعصيان؟ وأقيم معسكر جيش الرب في الصحراء المتآخمة للواحة. نصبت خيام المعسكر على الجانبين، وتركت الساحة خالية للقر والفر والتدريب على القتال. ارتدى الرجال سترات الحرب وأغطية الرأس، وتمنطقوا بالسيوف التي صنعت في مخيم كبير أقيم في طرف المعسكر، سقت فيه الدروع والسيوف وسائر سرابيل الحرب. كنت أخرج في كل صباح مع عامير فنصعد إلى ربوة عالية تشرف على أرض المعسكر، ثم نركن إلى صخرة نستظل بظلها لنشهد مهارات الرجال في المبارزة وركوب الخيل. وكان عامير مفتونا بقوة نبي الله موسى الذي كان يقف في ساحة المعسكر بلا ترس ولا غطاء رأس، يقاتل بيديه العاريتين العصبة من الرجال فيصرعهم دون مشقة أو عناء. وكان عامير يتمتم مذهولا ويقول: ليتني حظيت بعشر قوة موسى. فكنت أسخر منه قائلا: لن تحظى بذرة منها، فهو نبي مؤيد بقوة السماء. أما أنا فقد كنت مفتونا بمهارة يوشع بن نون، ذلك الفتى الذي قاد جيش بني إسرائيل من قبل في حرب العماليق، وها هو يعد جيش الرب للدخول إلى الأرض المقدسة، وكأنه ولد ليكون قائدا. كان يوشع فارع الطول ممشوق القوام، تبدو عضلات عضديه وساقيه في ردائه القصير كجدائل قدت من الصخر. ينساب جسده يمنة ويسرى عند القتال في رشاقة الفهد، ثم ينقض في قوة الليث على غريمه فيسرعه في لحظات. وكنت أتعجب حين أراه على صهوة جواده كيف يطاوعه فرسه فيصنع له ما يشاء، حتى ظننت أنه سيحلق به ذات يوم إلى السماء إن أمره يوشع بذلك. ومثلما رأيت في يوشع البطل الخيالي الذي تفوه إليه قلوب الفتيان في مرحلة الصبا، رأيت في أبي قدوة تحمل في طياتها كل معاني الرجولة متجمعة دون خلل أو نقصان. ولعل في حياة كل منا مرحلة تتبدل فيها المشاعر نحو الآباء من النفور والضجر إلى الفخر والإعجاب، وأكاد أجزم أنني قد بدأت تلك المرحلة مبكرا في تلك الأيام. فقد رأيت النجار زخاري وقد تبدل به الحال، وأصبح جنديا مطيعا في جيش الرب، يتدرب يوميا على القتال دون كلل أو ملل، يصقل مواهبه في الرمي والتسديد في غير أوقات التدريب، حتى صار أبرع بني إسرائيل في رمي السهام. ورأى يوشع بعينيه الخبيرتين تلك المهارة في التسديد التي حظى بها أبي، فعاد إليه بتدريب فريق من بني إسرائيل على رمي السهام، ثم جعله قائدا لفرقة الرماة في جيش الرب. وعاد أبي في ذلك اليوم الذي اختاره فيه يوشع قائدا لفرقة الرماة إلى منزلنا،
وهو يرقص فرحا، يزف إلى أم البشرى، فما كان منها إلا أن بكت وهي تقول: ما وددت أن أراك جنديا، فعدت إلي قائدا لفرقة. ومرت الأيام والشهور، وجيش الرب يزداد يوما بعد يوم قوة في التسليح وثقة في النصر، والفضل في ذلك كان يرجع إلى الشباب من بني إسرائيل الذين أشعلوا قلوب الناس حماسة، وفتحوا لهم أبواب الأمل على مصراعيها، فكانوا يمشون بين الناس وقد علت وجوههم نضرة الطمأنينة، يتحدثون في يقين عن قرب النصر والوصول إلى أرض الميعاد. وفي صبيحة اليوم الثاني من الشهر الثاني للسنة 10 من الخروج، جمع موسى من كل سبط من الأسباط رجلا اختاره بعناية، ثم أمر الرجال بأن يتنكروا في زي تجار من الأعراب، وأن يصعدوا إلى الأرض المقدسة فيتحسسوا فيها عن كل شيء صغيره وكبيره. وقال لهم: انظروا إلى أرض كنعان وإلى الشعب الساكن فيها، خذوا من كل مدينة ثمرة ومن كل أرض حفنة من التراب، حتى يعلم بنو إسرائيل أن الرب قد وعدهم الجنة في أرضه، ولا تغفلوا عن حصن ولا سور، وكل ما تروونه من أهلها فاحفظوه، واعلموا أنكم نقباء الرب ورؤساء بني إسرائيل، وقد اختصكم بذلك الفضل وحدكم 40 يوما وليلة، تعودون بعدها إلى الشعب الرابط في قادش، فتنفخون الأبواق وتدقون الطبول، ثم تسيرون على بركة الله حتى تطأوا أرض آبائكم إبرام وإسحاق ويعقوب. وتحرك النقباء 12 وقد تنكروا في ملابس بدو من الصحراء، وصاروا في قافلة صغيرة بها بعض العير تحمل بضاعة مزجاة من العوسج والتين، وأثواب من قماش الكتان السميك الذي تصنع منه الخيام. وكان في مقدمة القافلة الشاب يوشع بن نون وصديقه كالب بن يفنة من سبط يهوذا. وكان من بين الرجال رجل من سبط رأوبين يدعى شموع بن زكور، كان ممن علموا أبي القراءة والكتابة، وكان حينها في 60 من عمره، كث الحاجبين، تتدلى شعيرات حاجبيه حتى يوشكن أن يلامسن رموشه، ولكنه رغم ذلك كان صحيح البنيان شديد الجلد. اختاره موسى لأنه كثير التأمل والتفكير، لا يكثر الكلام، ويقوم بتدوين ما يجول في خاطره أو يراه في رقاع من البرد. ولقد استبشر أبي خيرا بخروج شموع، وقال وهو يودعه معانقا: استبشرت خيرا بخروجك يا معلمي، فسنرى بعينيك ما لا يراه الآخرون. فارتسمت ابتسامة رائقة على شفتيه، وربت على كتف أبي قائلا: وإن منحني الرب عمرا بعد أن أعود سأكتب ما رأيته حتى يقرأه ولدك النابغة شمعون. فنظر أبي نحوي مفتخرا ومسح على رأسي قائلا: حق لك أن تفتخر يا ابن رومانة، هذه شهادة لك ممن علم أباك القراءة والكتابة. والحق أن ما سأرويه في السطور القادمة إنما هي أوراق شموع بن زكور التي كتبها في تلك الرحلة، وقد قدر لي أن أطلع عليها في أيام لاحقة حين تركها لي ومعها رسالة مكتوب فيها: تلك هي شهادتي على الرحلة المشؤومة، أتركها لشموع بن زخاري كي يرويها على الأجيال القادمة، حتى تعلم كيف ضيع السفهاء من مشايخ بني إسرائيل حلم جيل بأكمله، ظنوا بأنفسهم الحكمة وحسن التدبير، فأورثوا أبناءهم الخزي والعار ومرارة التيه. وإليك ما كتبه شموع بن زكور. الورقة 19. باسم الرب إيل، المتجبر باسمه أوليهيم، واهب الحياة باسمه يهوه. وبعد فهذا ما كتبه شموع بن زكور عن بعثة النقباء 12 إلى الأرض المقدسة التي وقعت في اليوم الثاني من الشهر الثاني للسنة 10 من الخروج. اليوم الثالث من البعثة تركنا قادش برينع، ثم اجتزنا جزءا من البرية في يومين حتى وصلنا إلى تل عراض، التل يشرف على الصحراء من كل جانب، وأقام فوقه الكنعانيون حصنا هزيلا لا تقفل أبوابه إلا ليلا. هنا تلتقي القوافل المتجهة إلى الشرق أو الجنوب. قابلتنا قافلة ضخمة يفوق عدد نوقها 1000 ناقة، وتسير جنوبا في اتجاه أرض العرب. علمنا أنها قافلة لقبيلة جرهم العربية. تحدث يوشع إلى قائد القافلة وسأله عن الطريق إلى مدينة بيت إيل، فعلم أنها تقع على بعد 3 أيام. اليوم السادس من البعثة وصلنا إلى نهاية الطريق الصاعد قبل الغروب، ورأينا مدينة بيت إيل في الأفق، تتدرج تلالها كالسلالم، ويقام على كل تل سور ضخم من الحجارة،
جعل المدينة كلها تبدو كقلعة حصينة. وصلنا إلى البوابة الأولى، فخرج إلينا الحراس وفحصوا متاعنا بدقة، ويبدو من دقة التفتيش أن الكنعانيين لا يثقون كثيرا في الأعراب القادمين من الصحراء. اليوم التاسع من البعثة. تفرقنا بالأمس إلى 4 مجموعات. أمرنا يوشع بأن نتحدث إلى السكان دون أن نكشف عن هويتنا، وأن نشتري ثمارا من الأسواق نحتفظ بها لحين عودتنا إلى سين. المدينة تبدو غنية ونظيفة، وتكتظ بالغرباء من اليبوسيين والحيثيين والإيدوميين. سألت بائعة فطائر وأنا أبتاع منها شطيرة محلاة بالعسل من مكان للعبادة، فوصفت لي مكانا على بعد عدة شوارع، وقالت لي إن اسمه مذبح إبرام. خفق قلبي للاسم، فقد كنت أعلم أن أبانا إبرام أقام مذبحا للرب في بيت إيل، وهو المكان الذي وعده فيه الرب بذرية عظيمة تمتلك الأرض كلها من بعده. وصلنا إلى المذبح فوجدنا زحاما شديدا وأناسا يقفون في صف طويل، وفي مقدمة الصف كان يقف أحد الكهنة بالموسى، وحين يصل الواقف إلى أول الصف إلى موضع الكاهن ينحني ويطأطئ رأسه في خضوع أمام الكاهن، فيمر الكاهن على رأسه بالشفرة الحادة ليزيل عنه الشعر من الجذور، تاركا جلد رأسه أبيض داميا تتقاطع فيه الجروح والندبات من أثر الموس. علمنا أن ذلك الصف هو صف الخطيئة، وأن هؤلاء الناس يكفرون عن خطاياهم بحلق رؤوسهم تماما. أمرنا أحد الكهنة بأن ننضم إلى الصف، ولكننا شكرناه وانصرفنا. وبينما كنت أستدير مغادرا رأيت تمثالا ينتصف فوق سور المذبح ويشرف على الساحة التي أمامه. كان تمثالا ضخما قبيحا على هيئة إنسان مصنوع من العقيق الأحمر، يتلألأ وجهه بضوء المشاعل من حوله وكأنه شيطان، فيثير الرهبة في القلوب. سمعنا بعض الأحباش يهتفون له قائلين: هو بل هو بل. سألني شافاط: ماذا يقولون؟ قلت: يقولون يا بعل يا بعل. ثم انصرفنا وأنا أرغب في البكاء بعد أن رأيت مذبح أبينا إبرام وقد دنسته الكنعانيون بالأوثان وبتمثال الإله بعل. اليوم 11 من البعثة. كاد أمرنا أن ينكشف. خالف فلطي من سبط بنيامين أوامر يوشع وأفصح عن هويته رغما عنه. كان فلطي يتجاوز أطراف الحديث مع أحد الرجال مدعيا أنه تاجر من مصر، وكان الرجل يجيب على أسئلة فلطي بأريحية وسعة صدر، ولكنه كان يدس بين عباراته أسئلة يريد أن يستنبط بها عن حقيقة فلطي. وبينما كان فلطي يسير إلى جواره دعاه الرجل إلى مشاركته الاستجمام في مختص أقيم في منتصف المدينة لراحة الأثرياء، فوافق فلطي ونزل إلى المختص الدافئ عاريا إلا من إزار يستر عورته. وظل الرجل الثري يتحدث عن كنعان وبيت إيل إلى أن فاجأ فلطي بقوله: هل يختتن الرجال في مصر؟ فأسقط في يد فلطي وقد ظن أن الرجل قد كشف عورته، فقال مسرعا: نعم نعم، بعضهم يختتنون. علت وجه الرجل ابتسامة صفراء ماكرة وقال: عجبا، إن لي جارية مصرية أخبرتني غير ذلك. فظن فلطي أن الرجل قد كشف أمره وقفز مسرعا من المختص، ولكن حراسا أحالوا بينه وبين الخروج، وتبين له حينئذ أن الرجل السري الذي شاركه المختص هو صاحب الشرطة في بيت إيل. وكان صاحب الشرطة يظن أن فلطي جاسوس من المأوابين، لولا أن أفصح فلطي له ببعض الحقيقة وأخبره أنه صعلوك من العربينيين تنكر في زي تاجر حتى يحظى ببعض القربى والمال من الأثرياء. فصدق صاحب الشرطة روايته، خصوصا بعدما أكد له رجال أن الرجل ليس مأوابيا، فأمر بمصادرة أموال فلطي وطرده من بيت آي. اليوم 15 من البعثة. وصلنا إلى شكيم، والتي تعني في لغة أهل كنعان المنكب. أقيمت على أرض مرتفعة تفصل بين واديين، وكأنهما تحمل المدينة وقلعتها على منكبيها. كان سورها الضخم يلقي الرهبة في القلوب. تحدثنا لأول مرة في وجل عن حصون أرض كنعان، وتساءلنا عن كيفية اختراقها إذا ما قامت حرب. فقال يوشع: بكثير من الإيمان وقليل من المكر تسقط أعتى الحصون. وأمرنا يوشع هذه المرة أن ندخل شكيم فرادى حتى لا نثير الريبة في النفوس، على أن نلتقي عند صباح اليوم التالي خارج أسوار المدينة. وشدد علينا أن نحفظ مداخل المدينة ومخارجها
ومواضع الأبراج والحراس فيها. وقال في حماسة: إذا سقطت شكيم سقطت أرض كنعان. صرت منفردا في الطرقات أتطلع بطرف عيني إلى كل حامية، وأكتب عدد الحراس فيها وأرسم مداخلها ومخارجها في ورقة دسستها بين طيات ملابسي حتى لا يراها أحد. فلقد رأيت في شكيم جنودا أكثر مما رأيت من أهالي البلدة، وظللت على ذلك الحال حتى جن الليل، واكتشفت أنني لم أدبر مكانا للمبيت، وأن العثور على نزل في المساء سيكون ضربا من المستحيل. فعرقت إلى حانة في زقاق ضيق، صدعت أنفي رائحة خمرها قبل أن أرى أنوارها. كانت الحانة شبه فارغة إلا من 2 من السكارى. لعبت الخمر برأس أحدهما فظل يهزي بصوت مرتفع، بينما قضت على عقل الآخر فألقته في ركن الحانة جثة هامدة، إلا من صدر يعلو ويهبط وشخير ترجى له الحانة الخشبية. نظر إلي صاحب الحانة وكأنه يسألني مطلبي من الخمر، فأشرت إليه شاكرا، واستأذنته فقط في المبيت مقابل مال. وقبل أن يعترض أخرجت قطعة من الذهب أدارت عقله أكثر من رائحة الخمر، فأشار إلى صوان في ركن الحانة وضع عليه فرش مطرب، وقال: يمكنك المبيت هنا حتى الصباح. ثم التقف مني قطعة الذهب في لهفة. كان جسدي متعبا وتمنيت أن أهنأ بنوم هادئ، ولكن الرجل السكران ظل يهزي بصوت مرتفع وقال موجها كلامه نحوي: اختبئ أيها الغريب وتدثر بالغطاء جيدا، ولا تمعن النظر في الظلام حتى لا تخطفك أشباح بني عناق. ثم ضحك ضحكة مجلجلة كمن يحاكي ضحكات الأشباح، ونشب أصابعه في الهواء كالمخالب. ورغم علمي أن الرجل ذاهب العقل وأنه يهزي كالمجنون، فإن رعدة خفية صرت في أوصالي، ووددت لو سألته عن بني عناق، ولكني آثرت النوم، فأدرت وجهي نحو الجدار ونمت في الصباح. اليوم 16 من البعثة. التقينا عند الصباح خارج أسوار شكيم. كان أول من وصل يوشع بن نون، ثم كالب بن يفنى، ثم أنا. سألاني بلهفة عما رأيت، فأخبرتهم عن كل شيء. أعطيت ليوشع الورقة التي رسمت فيها مداخل ومخارج الحاميات، فقبل رأسي قائلا: حمدا للرب أن خرج معنا رجل مثلك يا فخر رأوبين. ولم تمضي لحظات حتى أتى باقي النقباء معا، وكأنما التقوا في مكان آخر قبل أن يفدوا إلينا. لم يبدو على وجوههم علامات الخير. سألهم يوشع عما رأوه، فقال معظمهم: إن المدينة حصينة، لا يمكننا أن نخترق أسوارها. الجنود في الشوارع أكثر من الناس في البيوت. تلك الأرض تأكل أهلها، فكيف تصنع بالغرباء والمعتدين؟ كان كلامهم يبعث على الإحباط، وأراد يوشع أن يسد روح التشاؤم فيما بينهم، فقال: قد حصرنا الأبواب وعدد الجنود، ورسم لنا شموع مداخل ومخارج الحاميات، وسندبر مع نبي الله كيفية اقتحام الأسوار. ولكن محاولته تلك باءت بالفشل أمام كلمات شافط بن حوري التي جاءت كلطمة على وجه الجميع، وهو يقول: وماذا ستفعلون مع بني عناق؟ تذكرت كلمات الرجل السكران في الحانة، وانتابتني نفس الرعدة. فسأله يوشع: من هؤلاء؟ قال الرجل في رقفة حقيقية: هؤلاء هم الجبابرة، رأيتهم قبل الخروج عند السور الجنوبي للمدينة، يدلفون من الأبواب الخلفية، رجال طوال ضخام. يبدو الرجل منا إلى جوار الواحد منهم كالجرادة، يرتدون السواد كالأشباح، ويحمل الواحد منهم درعا كباب الحصن. ارتجفت قلوب الرجال، واستنكر يوشع كلام شافاط، فقال معترضا: لقد فحصت المدينة شبرا شبرا فما رأيت ما تصفه، هل رأيت مثل هذا يا كالب؟ فهز كالب رأسه نفيا وقال: ما رأيت إلا جنودا من الكنعانيين. قال شافاط ساخطا: هل تكذبني؟ فقال يوشع موجها كلامه إلينا جميعا: هل رأى أحدكم أو سمع بمثل هذا؟ صمت الرجال، وقد بلغ الرعب منهم مبلغه، ووجدتني مترددا بين أن أذكر ما قاله السكران وبين أن أصمت حتى لا أزيد من رعب القوم. وندت عني نهنها دون قصد مني. جمعت الأبصار نحوي، فازدادت اضطرابا وترددا، ونظر يوشع إلي متشككا وقال: هل سمعت بشيء مثل هذا يا سيد شموع؟ ارتجفت شفتي السفلى من التردد وليس من الخوف، وقلت بعد أن حسمت أمري: قد حذرني رجل سكران في الحانة من أشباح بني عناق.
ولم أدر أن جملة نطقت بها ستنسف عزيمة الرجال وتصيبهم بخوار لازمهم طوال الرحلة. اليوم 20 من البعثة. كان الصمت هو رفيقنا طوال الطريق. وصلنا إلى حاصور عاصمة الكنعانيين في منتصف النهار. كانت المدينة أقل تحصينا من شكيم، ولكنها كانت أكثر ثراء وبهجة. تمتد على أطرافها المروج والبساتين التي أنبتت أنواعا من الفاكهة لم نرى مثلها في أي مكان. نسى الرجال وجلهم وخوفهم وانشغلوا في جمع ما يقدرون على حمله من الثمار التي جادت بها الأراضي الخصبة. ويبدو أن الأرض هنا كانت شديدة الكرم على الماشية أيضا، فقد ترهلت أجساد الماشية باللحم وفاضت ضروعها بالألبان، وبيع الجبن والسمن بأثمان زهيدة في الأسواق. فأكلنا وشربنا حتى شبعنا، ووددنا لو حملنا الألبان معنا إلى سيناء دون أن تتسنى أو يتغير طعمها. أما الشيء الأكثر وضوحا في عاصمة الكنعانيين فهو ذلك الفسق والمجون الذي كان عليه أهلها، والذي شابه في ظني فسوق سدوم وعمورة اللاتين، أهلكهما الله في الأزمنة الغابرة. علمنا أن اليوم هو عيد عشتاروت إلهة الحب والخصب عند الكنعانيين. رأينا بعض الرجال يلبسون ملابس النساء ويسيرون في الشوارع عراة الأكتاف والصدور، وقد صبغوا وجوههم بالحمرة وزججوا حواجبهم بالكحل والأصباغ، يحملون الصنوج والدفوف ويتغنون لإلهة الشبق التي يعبدونها. وخلفهم كان يسير فوج هائل من الفتيان والفتيات يتحلون بأبهى زية ويسيرون في أزواج تختلط في مجون وتتلامس في خلاعة، ويفصحون عن عواطفهم علانية دون رادع من حياء أو أخلاق. دهمنا طوفان البشر وتفرقنا وسط الزحام، ووجدتني مدفوعا رغما عني في اتجاه الهيكل الذي أقيم لتلك الربة الماجنة. فجأة وجدتني أقف وجها لوجه أمام تمثالها الضخم الذي يفوق 20 ذراعا، والذي تقف فيه عارية حاملة قوى الطبيعة في يديها، ويقبع تحت قدميها أزدان يقولون إنهما يرمزان إلى الرجل. غضضت بصري عن تمثالها حياء، ولكنني لم أستطع أن أدفع بصري بعيدا عن كاهنات عشتاروت اللائي خرجن من حجرة من جانب الهيكل، يرقصن في غلالات شفافة تفضح هبات عشتاروت إليهن، فأصرن الدماء في عروقي وأنا الشيخ الذي أشرف على 60. ثم صدحت كبيرة الكاهنات تتغنى على لسان ربتها قائلة: أنا الأول وأنا الآخر، أنا البغي وأنا القديسة، أنا الزوجة وأنا العذراء، أنا الأم وأنا الابنة، أنا العاقر وكثر هم أبنائي، أنا في عرس كبير ولم أتخذ بعلا، أنا القابلة ولم أنجب أحدا، أنا أم أبي وأخت زوجي، وكل هذا هو نسلي. وما إن انتهى الطقس حتى فررت من الهيكل، فقد علمت أن تتمة الصلاة تكن باستحمام الرجال مع النساء في ماء اللوز الدافئ المعقب بعصارة الورد والعنبر. في اليوم 22 من البعثة اجتزنا اليوم النهر إلى الضفة الشرقية، ووصلنا إلى مدينة رحوب في أقصى الشمال في أرض كنعان. المدينة رحبة وواسعة، وكأنما سميت بذلك الاسم لرحابتها. لم نرى فيها سوى حصن وحيد أقيم على حدودها الشمالية حتى يصيد عنها غارات جيرانها. أما باقي المدينة فكانت مثل حاصور مروجا وبساتين. مكثنا فيها لليلة واحدة ثم عدنا أدراجنا جنوبا. في اليوم 30 من البعثة وصلنا إلى بيت لحم. المدينة محصنة طبيعيا، فهي تقع فوق سلسلة من الجبال ويحيط بها الكثير من المنحدرات، ولكن المدينة نفسها تمتلئ بأشجار الزيتون، ويقام فيها معبد كبير للإله لخمو، إله القوت والطعام لدى الكنعانيين، وإله ينسب اسم المدينة. أمرنا هوشع أن نحمل بعض أغصان الزيتون معنا إلى أرض سين. اليوم 33 من البعثة عاد شبح الخوف من بني عناق مرة أخرى. كنا قد وصلنا إلى وادي حبرون، فرأى الرجال سرية من الجند تسير في الوادي على مسافة غير بعيدة، وقد بدا من الظلال الممتدة على الأرض أن هؤلاء الجند يتمتعون بطول فارع وبسطة في الجسم تفوق أحجام الرجال المتعارف عليها. فارتعد الرجال خوفا، وقال شافاط مدافعا عن نفسه: أرأيت يا يوشع هؤلاء من أنكرت رؤيتي لهم؟ أراد يوشع أن يهون من ضخامة الجند، وأن يوضح لهم أن تلك هي أجساد الجند في الجيوش النظامية، ولكنه لم يستطع أن يستأنف حديثه معهم بعد أن سمع منهم ما هدد وقاره كقائد عليهم.
فآثار الصمت وعدم الجدال. وفي المساء اختلطنا بالسكان، ولم تكن الأخبار سارة بالمرة. علمنا